سبب رئيسي في اشتراكك في قناتي الشخصيه، بحاول اطلع بيك لاعلى ليفل في انك تكون جامد قوي. طبعا الغلطه اللي بشوفها اولا في دي حاجه غريبه جدا الشباب بيعملوها، وهو ان هو بتمشي بتلاقي معاه 50 60 مفتاح في جيبه اليمين، مفتاح في جيبه الشمال، مفتاح في جيبه، المفتاح يقع منه. خلاص انت كبرت بقى، يعني انت خلاص. انت بص، انت لما بتيجي عند مرحله سنيه معينه بالك، ممكن تبقى انت حتى ممكن شاب صغير وبتتفرج عليها، ممكن تاخد برضو بالنصيحه دي، يعني فاهم؟ مش شرط تبقى انت مثلا معدي ال 18 سنه عشان تبدا تعمل كده، لا خالص. ما انا ممكن يكون بيتابع قناه شباب صغير. فاهم نصيحه اديها لك هو انك لازم يكون معاك ميداليه مفاتيح. ميداليه مفاتيح سهله كده وجميله، وتلم مفاتيحك كلها، ما تبقاش ماشي حالك مبعتر. حاول وانت ماشي وسط الناس ما ينفعش تمشي ريحتك وحشه، يعني طبعا احنا بنتكلم كاخوات اوكي، فمحدش يتضايق. لازم تمشي ريحتك كويسه، لازم تمشي ريحتك حلوه. حط اي برفيوم. وطبعا انا عملت فيديو عندي في القناه اللي هو بتاع افضل انواع برفيوم رجالي، بصوا جامد قوي، روح اتفرج عليه. فزي ما قلت لك لازم تحط برفيوم، لان البرفيوم من الاخر هو اللي بيميز الراجل. انت ممكن اصلا الناس تتصاحب عليك بسبب البرفيوم على فكره. تالت حاجة الساعة. مش عارف ازاي صراحة في شباب لحد النهاردة ماشيين من غير ساعة. تمام، تجيب ساعة وتلبسها في اليد الشمال هتنقلك في حتة تانية. يعني الساعة يا جماعة بأمانة بتكمل الطقم. تخيل كده معايا مثلا، يعني بص أنا هوريك مثلا، مش عارف اجيبها ازاي الصراحة عشان بس ماسك المايك، بس تخيل كده مثلا الساعة دي متشالة، يعني أنا هتحس إن اللبس مش في حاجة ناقصة، يعني أنت اللي فاهم، أنت اللي هو في حاجة ناقصة. فلازم يكون معاك ساعة. 3 نقط دول لو ركزت عليهم هتبقى جامد قوي. رابع نقطة، بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم والله اعمل النقطة دي، هتفرق معاك قوي. ما تلبسش صنادل بالله عليك، عشان انا بشوف والله يبقى لابس ساعه وقميص كلاسيك، وتلاقي لابس بنطلون كلاسيك ولابس عليه صندل. يعني انت الصندل ما بيلاقيش في اي طقم، وبيخلي رجلك باينه ووحش يعني مهما كان، حتى ان كان جلد او كان اي حاجه. بس لو انت متعارض مع كلام مفيش مشكله، هي بتبقى اذواق، بس انا بتكلم في الشكل العام. الصندل يا جماعه بيخلي شكل الرجل وحش، فابعد عنه نهائي. ال4 نقط دول انا عايزك تركز عليهم، هينقلوك والله العظيم في حته تانية بامانه. بس يا شباب ده كان فيديو النهارده. طبعا لو انت عجبك الفيديو وعجبتك القناه، صورة سبسكرايب واللايك تحت الفيديو ما يتوهش.